محمد، وتحياتي ربنا لضيف يخليك يا دكتور. البرنامج، وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب. احمد ثابت دكتور طبيب، عايز اقوله هو رئيس القسم الرياضي بجريده المواطن. بسرعه قول لي رايك في ماتشات دوري الابطال، النتائج اللي اتحققت، بس بسرعه من فضلك لان الوقت ما عندناش وقت كتير للاسف يا دكتور. سريعا المجموعه الاولانيه يمكن المجموعه مولعه. لاول حاجه اليوفنتوس واتلتيكو مدريد ومالمو واولمبياكوس، الاربع فرق بنفس النقط، 3 نقط. كل فريق فاز مباراه وخسر مباراه. تمام. يمكن المباراه دي يعني مباراه اتلتيكو مدريد واليوفنتوس كانت بتمثل عنق الزجاجه لاتلتيكو مدريد، لانه كان خارج من خساره المباراه اللي قبلها. صحيح. فكان محتاج ان هو يفوز عشان يوصل ل3 نقاط. صحيح. على عكس بقى الناحيه الثانيه اليوفنتوس يمكن يعتبر ليه اول اختبار حقيقي ليه هذا الموسم، وهو صعد فيه طبعا. صحيح. مالمو السويدي يمكن فريق كويس جدا، قدم مباراه كويسه في المباراه الاولى قدام اليوفنتوس، والمباراه الثانيه الى حد ما برضه قدم وفاز، وهو يمتلك روزنبرج هداف دوري الابطال حتى الان ب6 اهداف. ندخل على طول على المجموعه الثانيه، مجموعه فيها عظيم ماركوس، ما ينفعش نعدي ماركوس روزنبرج يا دكتور. ماركوس هداف روزنبرج تمام. كان بيلعب في ويست بروميتش وفيردر بريمن قبل كده، وبريمن هداف بريمن. وعايزين نقول ان مالمو البلد اللي اتولد فيها السلطان ابراهيموفيتش، زلاتان ابراهيموفيتش. اتفضل. تمام مظبوط. المجموعه الثانيه بقى ريال مدريد وليفربول وبازل ولودوجوريتس. يمكن ريال مدريد ماشي بخطى ثابته، يمكن انشيلوتي بيحاول يثبت الطريقه اللي هي 4-2-2-2، يعني بيحاول يثبت العناصر، وبدا يلعب باثنين فراوده، ويعني هو اللاعب امبارح بخافير هرنانديز مكان بنزيما، هو لسه بيجرب جمال لغايه ما يوصل بس يا دكتور اعتقد انه يعني اللي لعب ارفارو اربيلوا في ريال مدريد ظلموا كوره، يعني اللاعب كارثي. اربلو لا يستحق ارتداء تيشيرت ريال مدريد، ولكن هي اصابه كارفاخال هي اللي ادت الى ان هو يلعب اربلو يعني. صحيح. هي بس اربلو لعيب دولي برضه، لعب مع منتخب اسبانيا، الا ان هو بصراحه لا يستحق ارتداء تيشيرت ريال مدريد. هو لاعب محدود الامكانيات، عايزين نقول ماهوش صاحب الامكانيات الكبيره. هو محدود الامكانيات، لا يعني فريق بطل اوروبا يعني ما يستحقش ارتداء. طيب كمل يا دكتور. بالنسبه ليفربول وبازل، يمكن طبعا النني تألق في المباراه دي، هو وحمودي عملوا مباراه شرفوا مصر فيها كلها. حمودي تسبب في انذار لجيرارد وانذار لرحيم ستيرلينج بترقيصه اكثر من رائعه، واخذ في التقييم اعلى من 9 لعيبه في ليفربول، يعني تعتبر اول مباراه ليه، ومباراه قدم مباراه تاريخيه ليه، هتزوده وهنستفاد بيه جدا، وكان هيسجل بعد كده. كان قريب جدا من التسجيل، وكان قريب جدا من التسجيل. النني برضه يمكن برضه قدم مباراه لازم نديله حقه، قدم مباراه كويسه جدا. نعم. في بعد كده طبعا زي ما قلنا لودوجوريتس يمكن فرصه ضعيفه جدا، وهتكون المنافسه ما بين ليفربول وبازل على المركز الثاني. يمكن ليفربول عنده المباراتين الجايين ريال مدريد ذهاب واياب، فهتكون يمكن بازل هيدخل معاه في اللعبه شويه. المجموعه الثالثه بقى عندنا يمكن المجموعه دي متقاربه قوي المستوى ما بين زينت ومناك وبايرن ليفركوزن، يمكن 4-3. بايرن ليفركوزن يمكن برضه المباراه كانت بتمثل له عنق الزجاجه وكسر امبارح ووصل ل3 نقط. المجموعه دي يعني تعتبر برضه يعني ما حدش يقدر يقول مين الفريقين اللي هيوصلوا. زينت وموناك وبايرن ليفركوزن مجموعه صعبه جدا. مجموعه طبعا. المجموعه صعبه جدا يعني. المجموعه الرابعه بروسيا دورتموند وارسنال وجالتا سراي واندرلخت. يمكن بروسيا دورتموند رغم تعثره في الدوري والاداء السيء اللي بيقدمه في الدوري، الا ان هو وصل برضه مقدم اداء حلو في دوري الابطال وحصل على 6 نقاط ومتصدر المجموعه. لو جينا بقى بصينا لارسنال يعني هو فريق يعني ارسن فينجر يمكن برضه عنيد شويه، مش عايز يجيب صفقات، ما بيتعاقدش مع صفقات، مصر برضه عنده كوارث دفاعيه، دفاعه وحش جدا. الا ان هو برضه ويلبك برضه دخل امبارح وحط هاتريك. الناس يمكن كانت لامت ان هو تعاقد مع واحد زي ويلبك، الا ان هو تألق واحرز هاتريك. الوقت بيدهمنا يا دكتور، من فضلك قول لي خيارات شوقي غريب من المحترفين، تعريجه سريعه كده. تعليقه سريعه، يمكن هو اختار 6 لعيبه: محمد صلاح لاعب تشيلسي، وحمودي والنني والمحمدي واحمد فتحي وصالح جمعه. يمكن هي اختيارات كلها سليمه، الا يعني انا متفق معاه فيها، الا يمكن احمد المحمدي يمكن بيجي لما بيبتدي تيشيرت المنتخب ما بيلعبش بنفس الاداء، بس مكسر الدنيا يا سيدي، مكسر الدنيا هناك، ما هو ما يقدرش بقى لازم تجيب. هو في برضه احنا بنتمنى ان احمد المحمدي نفسه يكون ده عقد المصالحه والعوده، ربما تكون ماتش بوتسوانا، يا رب نتمنى يا دكتور.
اخيرا بس في برضه مروان محسن وفي حسام حسن كانوا يستحقوا الارتداء. يعني انت محتاج مهاجم. منتخب مصر كان محتاج مهاجم برضه، كان مروان محسن. صحيح. هو برضه استبعد شيكابالا واستبعد علي جزال للاصابه، وشيكابالا طبعا عشان ما بيلعبش، وحجازي عشان ما بيلعبش، وبرضه كوكا برضه كان ممكن يستدعيه، لان منتخب مصر برضه في حته المهاجم دي ناقصه شويه مع مركز المدافع. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور احمد ثابت، متخصص